اسمك الكامل؟ اسمي سجاد يونس سليمان يونس. لقبك؟ ابو الزبير كانوا يلقبوني. اي ولاية انتمي؟ انتميت لولاية الجزيرة. اي مكان تدريبك في سوريا؟ كان بحمص. وين في حمص؟ ما عليه مجدود عيونهم الطبونة، ما شفت المكان. على اي سلاح تدربك انت؟ كلاشنكوف، بي كي سي، ار بي جي 7، 12 ونص، 14 ونص، لأنه كلنا دربنا عليهم. كيف وصلت للعراق؟ هم رجعوني بعد ما كملنا التدريب. بالبداية دورة شرعية داخل العراق، بعدين أخذونا الدورة العسكرية، ومن كملنا هم رجعوني للعراق. وين كانت الدورة الشرعية مالتكم دخل؟ كانت بمكان كنيسة، بس وين المكان ما أعرفه، لأن ما مجدود عيوننا، لأن ما يحلون عيوننا من يطبقونه. ما هو اختصاصك؟ عسكر. عسكري بأي جانب؟ كنت هو بولاية الجزيرة، قاطع شبان العبطة. ما تذكر الطريق اللي دخلت به إلى الموصل؟ كان طريق بعاج. عن طريق البعاج. ايه. كيف انتقلت من الموصل إلى الجزيرة؟ انتقلت أنا، رحت بسيارة، رحت للدوام نقلوني. أي دوام نقلوني؟ طيب كيف تجد تعامل التنظيم في الموصل؟ والله يصيحون على الناس، يحاسبون الناس، جلد، غرامات، سجن، هاي كلها موجودة. توجد حالات شاذة في التنظيم، بأي مناطق كانوا يمارسون هذه الحالات الشاذة؟ طبعا اكو بالدوام، اكو من ينزلون ياخذوا ويا البيت، هاي كلها يمارسوها. وين بالبيت؟ في المساجد، في حسينيات، في جوامع، في كنائس؟ اي كنايس عندهم هم ببيوتهم يعني الخاصة لهم، من يروحون يرجعون يمارسوها. اكو منهم بالدوام لا. وين أي دوام تقصد؟ هو دوام العسكري يعني بالمتقدم. وين متقدم المناطق اللي كان موجود؟ مثل بيجي ما بيجي، هاي جبال مكحول، هاي اليمنى البرطلة ما برطلة، هاي كلها يعني. حتى قبل ما يلزموني جماعتكم كنت انا هناك، سمعت يعني قضوا اثنين من عندهم كانوا يسوون دعوة الوطن، ما جت لهم، بس جلدوهم. فقط جلد؟ فقط جلد؟ ايه بس المدني لا، يستون من العمارة. منو كان مسؤول؟ المسؤول العسكري يعني؟ نعم. كان اسمه ابو مصعب. والمسؤول تركي ويسموه ابو رحل ويسموه جزراوي، عنده 3 اسماء. شنو الاسماء؟ ابو مصعب وابو رحل بنت اسمها رحل، ويسموه جزراوي. بس هو الجنسية تركي. وجنسيته تركي؟ نعم، بس هو قبل ما يجي العراق، كان قبل ما يطبون الدولة الإسلامية للموصل كان موجود بسوريا قاتل. في معسكرات التدريب اللي تدربت فيه ايه كانوا مدربين عرب واجانب موجود؟ ايه طبعا هم كلهم عرب، بس مدرب واحد مهاجر. نعم. مهاجر. شنو الجنسيات اللي كانت تدربكم؟ كان يدربنا روسي. ولد اسمه براء. بعد جنسيات اخرى؟ جنسيات موجودة، روس، سوري، تركي، بلنديغالش، افغانستاني، طلجيكي، قوقاز، هذول كلهم موجودين، مصري موجودين. اكو بس قليل، بس اكثر شيء الموجودين الروس. كيف وصلت الى مكة؟ الى جبال ايه طبعا كنت بالدوام، جو سحبونا قالوا تروحون الغماسيين الى بيجي. بعد اخذونا. كنت دوام قلت لك بقاطع شبان تلعبته. شنو اختصاصك بقاطع؟ عسكر. عسكر؟ اي. طيب انغماسي شنو؟ انغماسي يلبس حزام ويروح يقتحم يفجر نفسه. طيب كمل لي كيف وصلت الى مكة؟ اي طبعا من الدوام اخذونا انغماسي، قالوا لنا تروحون البيجي، اخذونا للموصل نقلونا بسيارتهم طبعا بيكم كانت دبل قماره. اخذونا المكتب، قصونا صور والاسم الكامل، اعزب، متزوج، وين تسكن. بعدين اخذونا المضافه، بتنا ثاني يوم هم اخذونا المضافه. بتنا يوم واحد، بس انا ما بت بالمضافه، قلت لهم بدي اروح على البيت، ما رحت البيت، رحت دخلنا الجقاير وهاي. بعدين رجعت للمضافه. المغرب جاء واحد اسمه ابو بصير، هو مسؤول عن الغماسين الشادين، هاي موجود، هو المسؤول. في اي قاطع؟ هاي مال ولاية اثنين، هو المكان تابع لولاية اثنين، بس تروح يعني لكل المحافظات. يعني منه؟ ابو بصير. قال شو جنسية ابو بصير؟ مصلاوي. جنسيته؟ اي مصلاوي. عراقي؟ اي عراقي.
قال ابو الزبير وجند الله وابو عائشه، وكانوا اثنين ويانا ما اعرف اسمائهم هذول لان جده كانوا جايين. الاسماء ابو عائشه وجند الله وانا وابو الزبير واثنين ويانا ما اعرف اسمائهم. قالوا خلي جهزوا حالكم. جهزنا نفسنا وهاي اخذنا غراضنا، نقلونا الى المكتب. هم جابوا لنا تجهيزات، جابوا لنا هدوم عسكريه وفساتيل وهاي. طوني مخازن، بس طوني المخازن فارغه. من جيت الجبل مكحول ترسوا لي يعني. نقلونا بستاركس الى جبال مكحول في الليل. ايش قد عدد المخازن اللي طوف فيها؟ 8 مخازن ويا اللي بالرشاش 9. واللي وياك من طوفنا؟ اي شيء نفس هاي. التجهيز؟ اي. وبعد شو طوفكم؟ اعطونا رمانات. بعد؟ هي هاي والحزام اعطوني اياه. بالاضافه كلكم لابسين احزمه؟ اي طبعا. قد عددكم كان؟ كنا 6 بس. هسه من نقلونا اخذونا المنطقه اسمها جزيره الصينيه. بتنا على المنطقه؟ جزيره الصينيه. بتنا بيها. الصبح جاء واحد اسمه ابو بكر، طبعا بيكم دبل قمار ابيض، جاء نقلنا قال نروح للدبس المضاف همين. رحنا للدبس، جاء واحد اسمه ابو يحيى، هم مسؤول يعني، هو المخطط يشرح لك الخطه شلون تنفذ هاي. تغدينا كملنا، قالوا جمعنا بغرفه ما خلى احد يطب، بس احنا اللي نروح. جمعنا احنا السته. شوف طلع الخارطه على الGPS، قال هاي البيجي شوفنا ملعب ومنطقه قوس. قال هذا الوادي راح يوصلوكم ابو مريم وبراء، وتروحون تمشون بنهايته، وبوجه الصبح تنفذون على 600. لان قال اكو هناك يعني روس كبار، يعني مسؤولين كبار عندكم. كم شخص كانوا في هذه العمليه؟ كنا احنا 6. اللي يسولف لكم عليها مسؤولكم كم شخص لكم؟ هو بوحده يشرح لي الخطه، بس بعدين ورا ما كمل الخطه جو كم شخص. جاء واحد قاعد قام يشرح، حتى يعني نزلوا تصوير عن هاي العمليه، وصلنا صور وهاي. وين بعد العمليه؟ العمليه بعدين نقلونا، قالوا احنا رايحين عزاب وبدنا نروح للجبل مكحول، يعني فرونا من صفحه اللخ. طيب اللي التقوا بكم شرحوا لكم على العمليه شنو جنسيات؟ هم عراقيين. تمام. اي. عاد نقلونا، عبرونا مي بلم، عبرنا. وبعدين سياره. مناطق اللي مريت بيها. اي. شو اسمه تعرفه ثاني؟ اعتقد عبرونا للشرقاط وللزاب، ومن الزاب عبرونا لجبل مكحول. يعني حتى المنطقه اللي من جبل مكحول يعني مهجرين الناس اللي من القصف، بس شنو يعني هم مسوينا مضافات لهم وبيوت ينامون بيها واكل شرب، مسوينا مخازن للاكل. للناس لا لهم للاكل. اي طبعا من نقلونا مي عبرنا بلم، بعدين جتنا سياره كيا واقفين هناك يستندرونا. نعم. رجع من اخذنا هم قبل ما وصلنا الجبل نادى جانا بلم، هم عبرنا بالبلم. من عبرنا بالبلم ضلينا قاعدين، جابوا لنا طلقات، عبينا الطلقات، جابوا لنا رمانات. جاء قال اروح اجيب اكل ومي، جاب شنطه كامله اكل بسكت وشربت وهاي. منو هذا؟ هذا ابو مريم، هو اللي وصلنا المسؤول، وكان وياه براء من بيجي، يعرف المنطقه لان هم يصور، عنده موبايل وكاميرا. راح جاب اكل وجاب ربطتين مي يمكن خلاهم بالشنطه شالوهن. عاد نقلونا، رحنا نزلنا يم الجبل، نزلنا كنا من السياره، قمنا نمشي بالجبل. مشينا ضلينا نمشي من العصر تقريبا، صار الساعه بالثنتين بالليل هيك 1:30. عافونا ورجعوا، قالوا هاي الوادي وبنهايته تنفذون. ضلينا نمشي، شو على غفله صار علينا اطلاق نار كثيف. انكتل، سمعت صوت انفجار قوي هم. عاد من سمع صوت الانفجار بعد ما اعرف ايش اسوي، يعني ما قدرت انفذ، يعني ما قدرت اطق الحزام، استرجعت خفت يعني. صار اطلاق نار كثيف، سحبوا علي سلاح وصلونا. قلت له ماني مسلم، مسكون يعني ما قدرت انفذ هاي. كم شخص كنتوا؟ كنا 6. من اللي مسكوك؟ سمعت انه حركه النجبان نزمونه. نعم. بس اثنين انجرحوا، ابو مروان وابو عكاش هذول انجرحوا. وذوك الثانيين ما ادري ماتوا وما ادري ايش صار بيهم. طبعا. اي بس انا جو القوا القبض عليه. نعم. ما فجرت نفسك؟ لا ما قدرت افجر. اكو كان اتصال بينك وبين المسؤولين في العمليه؟ لا بالبدايه قالوا لنا نعطيكم GPS. نعم. واجهزه تراسلون بيناتكم وتراسلونه. نعم. حتى بوجه الصبح من تراسلونه نقول لك نفذ. بس طلع هذا الحكي، وحتى قالوا نجيب لكم مقص تقصون السين بي من الطبون. نعم. بس هذا حكي طلع كله كذب، منطونه يعني هيك رايحين دزونا ورجعوا. دزوكم؟ اي بس احنا انا ما قدرت انفذ. ما قدرت.